النهارده هنعمل حواوشي بقى على طريقتي، جربوه مش هتندموا، هيعجبكم جدا. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. دوت الحواوشي اللي في الفرن، انا بعمله بسويه بطريقتين. دي الطريقه بتاعه الفرن اللي انا بحطه في الفرن، دوت بيطلع مقرمش معايا. ولو انت عايزاه ناشف ومقرمش، لو عايزاه طري وجوسي زي ده كده، بتعمليه في الطاسه على النار اهوت. ويلا بينا نشوف هنحضر معانا وهنشوف هنعمله ازاي. هنا معايا كيلو من اللحمه، وانت بتجيبي اللحمه من عند الجزار قولي له زود لي نسبه الدهون فيها شويه، عشان دوت حواوشي وهو هي ايه هيعملها. هنا معايا طبعا حواوشي بيبقى البصل بتاعه كتير شويه. هنا معايا 3 بصلات كبار، من 3 بصلات كبار بشرتهم. وهنا معايا ملح وفلفل اسود، ومعايا 7 بهارات او بهارات حواوشي، ما بحطش على الحواوشي اكتر من كده. وهنا معايا قرن فلفل سبايسي، او عايزه تحطي قرن فلفل عادي رومي براحتك، بس السبايسي بيديله طعم حلو كده. بس كده يبقى معانا البصل، ومعانا البصل والفلفل الاسود وبهارات الحواوشي او ال7 بهارات والملح والقرن الفلفل السبايسي. هنا بقى ايه، هبدا اخلطهم كويس جدا كده مع بعض عشان تحسي بطعم اللحمه وتحسي بان انت بتاكلي حواوشي. هنا بقى ايه عجنته كويس جدا، يعني عجنت المكونات كلها كويس جدا. وهنا ايه، انا يعني لما باجي اعمل الحواوشي ده بجهز العيش وبفتحه، وبعمل عباره عن كرات كده لكل رغيف كوره، بحيث ان انا يبقوا جاهزين معايا احشيهم في العيش على طول. بتبقى فكرتها حلوه وبسيطه يعني. هنا خلاص بقى العيش البلدي بتاعي كنت فتحته، جايبه عيش طازه. وهنا عملت الكرات، كل كوره على قد الرغيف، ومليانه ما شاء الله، يعني الرغيف مليان لحمه. حتى هتشوفوا معايا دلوقتي في الفيديو ان هو مكشش واللحمه ماليه الرغيف. هنا كنت خلصتهم بعدد الرغيف اللي معايا، يعني مثلا عدد العيش معايا قد ايه، عملت على قدهم اهو. وبعد كده همسك بقى الرغيف زي ما انتم شايفين كده، وعلى طول بتسهل معايا. لو هتعملي كميه كبيره بتخلص معاكي بسرعه على طول اهو. الرغيف كله لغايه يعني ما شاء الله مليان لحمه لغايه الحرف، عشان حتى لو كش ولا حاجه يبقى مليان يعني اهو. بس هو ما كشش معايا يعني. خلاص هعمل بقى بقيه الكميه كلها اهي. هنا معايا بقى ايه، دي الصينيه اللي هتخش الفرن. انتي تعملي بالطريقه اللي تريحك، انا عملت لك الطريقتين واللي يريحك اختاريها. انا عن نفسي بحب الطريقه اللي في الفرن دي، عشان ما بحبش يبقى عليه زيوت كتير، وبحبه يبقى ناشف ومقرمش. في ناس بتحبه طري، اعمليه في الطاسه زي ما هوريك. هنا بقى بجيب حبه زيت. التركية بقى الحلوه قوي اللي هتخلي معاكي الحواوشي في حته تانية خالص، بجيب حبه من الزيت ومعلقه من السمنه البلدي، بتخلي الحواوشي معاكي خطير اهوت. لما عندكيش سمنه بلدي، الزبده اللي هي الصفرا عادي. هنا بقى ايه، بدهن الوش، بدهن الصينيه الاول، وبعد كده بدهن وش العيش من تحت ومن فوق، وبدخله الفرن على شبكه في الرف الوسط، وبشغل عليه من فوق ومن تحت، وبيستوي بيطلع معايا مقرمش وجميل. هنا بقى الطاسه، جبت طاسه على النار وحطيت فيها حبه زيت، برده مش كميه عشان الزيت بتاعه ما بيبقاش كتير قوي ويتعبكم. وبعد كده تنزلي ايه، الطاسه هنا كانت سخنت معايا بحبه الزيت اللي انا دهنت بيهم الصينيه، وحطيت العيش ايه وقلبته وسويته على النار وغطيته بغطا، عشان الغطا لما بتغطيه بيطلع معاكي طري. دوت اللي هو كان في الطاسه، ودوت اللي كان في الفرن. بصوا بيقرمش ازاي وجميل، جميل قوي. يا رب يعجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس. ويا جماعه يا ريت يعني تشجعوني وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. لو على التيك توك تشتركوا في القلب الاحمر. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.